السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الثانوية العامة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا بدأنا في سلسلة المراجعة الشاملة للصف الثالث ثانوي، وقلنا إن إحنا هنراجع كل الوحدات دي كلها من البداية خالص بأسلوب مبسط وسهل وإن شاء الله تفهموا. حلو إنك تنزل تضغط لايك وتعمل سبسكرايب لو ما كنتش مشترك وتشير مع كل زمايلك. إن شاء الله النهارده هناخد جرامر يونت 1. الجرامر اللي عندي موجود في يونت 1 وهو البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت يا عزيزي اللي هو المضارع التام. عشان تاخد البريزنت بيرفكت او اي زمن هناخده بعد كده لازم تكون عارف الفورم بتاعه، لازم تكون عارف النيجاتيف بتاعه، لازم تكون عارف الكويستشن تعمل عليه سؤال ازاي، لازم تكون عارف الباسيف ازاي ببني المجهول، لازم كمان تكون عارف استخدامات الزمن ده كويس جدا. اول حاجه بالفورم او التكوين بتاع البريزنت بيرفكت بيكون من هاز وهاف وبعد كده الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. هاز بتيجي مع مين؟ بتيجي مع هي، بتيجي مع هي وشي وإت وأي اسم مفرد. أما الهاف بتيجي مع مين؟ بتيجي مع I ووي وذي ويو وأي اسم جمع. طبعا أنت إيه حافظ الكلام ده إن هاز بتيجي مع الضمائر إيه وهاف بتيجي مع الضمائر إيه، وبعد كده التصريف الثالث للفعل. على سبيل المثال أقول لك I have played football، يعني أنا لعبت كرة قدم. تمام؟ عندي هنا هاف لأن الضمير اسمه I وبعد كده حطيت التصريف الثالث من بلايد وبعد كده المفعول به اللي هو فوتبول. تمام؟ يبقى تاني البريزنت بيرفكت بيتكون من هاز وهاف والتصريف الايه؟ الثالث للفعل. طيب عندي بعد كده النيجاتيف، والنيجاتيف اللي هو نفي المضارع التام. بيتنفى المضارع التام باستخدام هاز وهاف وبعد كده بحط نوت وبعد كده التصريف الثالث. يعني عايز امثل انفي المثال بتاع I have played football اقول I haven't played football اللي هي have not واختصارها haven't. شلت الاو حطيت مكانها apostrophe. تمام؟ فبقت I haven't played football. طيب لو انا عايز اعمل question او عايز اعمل سؤال على البريزنت بيرفكت اللي هو السؤال بهل. طبعا السؤال لو بدا بهاز او هاف يبقى معناه هل واجاوب يس او نو. فهنا عشان اعمل سؤال بعمل مقص، يعني بدل ما هي I have تبقى have you، بدل ما هي he has تبقى has he، بدل ما هي she has تبقى has she وهكذا. فهنا المثال اللي عندي اللي هو I have عشان احوله لسؤال بعمل مقص. I طبعا بتحول ليو. تمام؟ وهبدا بهاف لان يو بتاخد هاف فاقول have you played football؟ have you played football؟ فانت تجاوب عليها تقول لي yes I have او no I haven't. ده كده بالنسبه للفورميشن والنيجاتيف والكويستشن بتاع البريزنت بيرفكت، يعني التكوين والنفي والسؤال. هندخل دلوقتي على الباسيف، ازاي اجيب المبني للمجهول من المضارع التام. اولا ببدا بالاوبجكت، الاوبجكت اللي هو المفعول به وبعد كده هاز وبعد كده هاز او هاف. بختار هاز او هاف على اساس الاوبجكت. لو الاوبجكت اللي عندي سنجلر مفرد بختار هاز، لو الاوبجكت اللي عندي بلورال يعني جمع بختار هاف. تمام؟ وبعد كده بين وبعد كده التصريف الثالث للفعل. تمام؟ فالمثال بتاع I have played football. I ده subject ده الفاعل وهاف ده هنا الauxiliary verb او الفعل المساعد. وعندي هنا play ده المين verb او الفعل الاساسي وبعد كده football اللي هو الاوبجكت او المفعول به. فاقول football وعشان football singular يعني مفرد فهنا هختار has فتبقى football has وبعد كده been والتصريف الثالث للفعل من play ده played. يبقى football has been played by him. طبعا by him ديت يمكن حذفها اللي هي by plus السبجكت او by plus الفاعل. تمام؟ ده كده بالنسبه للباسيف. هندخل بقى دلوقتي على اليوسج او استخدام البريزنت بيرفكت. امتى استخدم البريزنت بيرفكت؟ حدث انتهى واثره في الحاضر، زي مثلا لما اقول لك they are happy because they have won the cup. هم سعداء مبسوطين لان هم لسه كسبانين الكاس. they have won the cup. يبقى هنا الحاجه حصل وانتهى بس اثره لسه موجود عليهم، يعني حاجه حصلت وانتهت واثرها موجود. على مثال اخر كنت نايم مثلا فبتفتح الشباك فلقيت في مطر في الشارع او ميه على الارض. تمام؟ فانت بتستدل من خلال ده ان الدنيا
مطرت. تمام؟ فقلت it has rained يعني الدنيا ايه؟ مطرت. نمبر 2 حدث انتهى منذ فترة قريبة جدا لدرجة ان احنا بنعتبره مضارع، يعني حاجة لسه حاصلة من وقت بسيط جدا، من الحالة دي برضه استخدم present perfect. على سبيل المثال I have just had my lunch. أنا لسه متغدي حالا. I have just had my lunch. رقم 3 حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا، حاجة بدأت في الماضي ولسه مكملة معايا. على سبيل المثال we have had this flat for 3 years. يعني احنا معانا الشقة دي بقالنا 3 سنين، يعني من 3 سنين كنا اشتريناها ولسه معانا، لسه ما بعناهاش ولا بقينا في اي مكان. نمبر 4 ان البريزنت بيرفكت بيجي مع الكلمات دي for, since, just, already, ever, never, yet, so far, up till now, lately, recently, how long. كل الكلمات دي بتدل على البريزنت بيرفكت. يعني انت لو شفتها في الجمله تعرف على طول ان ده بريزنت بيرفكت، ده مضارع تاني. بعد كده عندي الفرق ما بين has been have او has gone to، have او has been to، وهاف او has been in. ايه الفرق ما بينهم؟ عندي have طبعا احنا عارفين ان have بتيجي مع ار وهي وزي وهي واي اسم جمع، وهاز مع هي وشي واي اسم مفرد، وبعد كده gone to هنا معناها ذهب ولم يعد، يعني راح وما رجعش. تمام؟ على سبيل المثال احمد has gone to the shops. احمد راح المحل. he will come back in half an hour. هيرجع بعد نص ساعة. يعني هو راح بس لسه ايه؟ لسه ما رجعش. طيب have او has been to، طبعا has been عايزك تحفظها. has been يعني ذهبنا وراجعين، انت ممكن تاخدها من هنا ان هو راح ورجع تاني. has been، وطبعا هي برضه ايه تاني؟ has been ذهبنا وراجعين، يعني ذهب وعاد. على سبيل المثال رامي has been to the shops. he came back a moment ago. هو رجع بقاله دقيقة، بقاله لحظة، يبقى ذهب وعاد، راح ورجع. طيب عندي بعد كده بقى have أو has been in، دي بقى معناها موجود فيه، يعني هو موجود في المكان ده. أقول لك we have been in Cairo for 20 years now. احنا عايشين في القاهرة بقالنا 20 سنة لحد دلوقتي. أنا كده some points عن ال present perfect، شوية ملاحظات كده عن المضارع التام. طبعا قواعد ثابتة، يعني مثلا لما تشوف it is بعدها مدة زمنية وعندي since، تمام، ولast اختار عليهم على طول past simple ماضي بسيط. على سبيل المثال it's 2 years يعني من سنتين أو بقالها سنتين. since من بداية I last visited London، يعني هنا معناها ايه؟ ان انا ما زرتش لندن بقالي سنتين. طيب لو انا جايب قيمه it is، طيب عندي بعد كده it is the first time و it is the second time و it is the third time، يعني المره الاولى او المره الثانيه او المره الثالثه. بيجي بعدها على طول present perfect يعني مضارع تام. it is the first time I've met a celebrity. I've met a celebrity يعني ديت أول مرة أقابل فيها celebrity يعني مشهور. لو أنا عندي this morning this afternoon قبلهم present perfect. لو عندي past simple و this morning أو this afternoon. الفرق ما بين الاثنين دول هنا present perfect وهنا past simple. ال present perfect معناه إن لسه إحنا في نفس الفترة، يعني حاجة حصلت بس إحنا لسه في فترتها. يعني حد مثلا بعت إيميل this morning، احنا لسه في this morning، لسه في الصباح، لسه ما انتهيناش من this morning ل this evening او this afternoon مثلا. تمام؟ يعني احنا لسه في فترة الصباح. في الحالة دي استخدم ال present perfect. I have received 2 emails this morning. يعني انا استلمت ايميلين هذا الصباح، احنا لسه في فترة الصباح. الفرق التاني بقى لو عندي past simple، لو عندي ماضي بسيط this morning أو this afternoon، هنا معناه إن الحدث حصل وانتهى. يعني مثلا أنت بعت الإيميلين النهارده الصبح. طيب وأنا بكلمك إحنا إمتى؟ إحنا بالليل، إحنا بعد الظهر، تمام؟ يبقى إحنا مش في فترة الصباح، تمام؟ لأن الماضي البسيط بيعبر عن حدث حصل وانتهى، خلاص، تمام؟ ففي الحالة دي بستخدم past simple. I received 2 emails. أنا استلمت إيميلين this morning هذا
الصباح يبقى احنا الفترة اتغيرت، بدل ما تبقى صباح بقت مساء، بقت بعد الظهيرة، ممكن يكون بكرة وأنا بتكلم على امبارح، فيبقى past. The last time بعد كده subject فاعل، past simple ماضي بسيط، was بعد كده مدة زمنية، وبعد كده ago. دي تركيبة كاملة على بعضيها. سبيل المثال the last time I played football was 10 years ago. آخر مرة علي لعب فيها كرة قدم كان من 10 سنين. طيب بص على المثال ده. Have you finished the exercise already؟ أنت خلصت التمرين بتاعك فعلا. You are very quick. أنت سريع جدا. فهنا دي بتعبر عن الدهشة. فاستخدم already في نهاية الجملة. عندي بعد كده الفرق just و just now. طبعا just بتيجي في present perfect، أما just now بتيجي في past simple. Just plus present perfect. For example, I've just called the doctor. I've just عندي have just بعد كده past participle. عندي بقى just now past simple وبعد كده just now دول في هذه الجملة. He left just now. هو غادر الآن لسه دلوقتي، فده past simple ماضي بسيط. طيب تعالى بقى للي مجننك واللي مزهقك في حياتك، وهو present perfect continuous، المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر نفس الفكرة، هناخد الفورم بتاعه، هناخد النيجاتيف، هناخد الكويستشن، هناخد اليوسج بتاعه اللي هو ايه؟ الاستخدام. طيب بيتكون من ايه present perfect continuous؟ المضارع التام المستمر بيتكون من has، have، been، ing. بص أول ما تسمع كلمة مستمر أو continuous في الزمن، في أي زمن حط ing على طول. تمام؟ واضحة؟ تمام. طيب طبعا has أنت عارف إن هي تيجي مع مين؟ مع he ومع she ومع it ومع أي اسم مفرد. وهاف بتيجي مع we و I و they وأي اسم إيه؟ مجمع. تمام؟ طيب بعد كده بين كده ing. على سبيل المثال we have been playing football for 2 hours now. يعني احنا بقالنا ساعتين لحد دلوقتي عمالين نلعب كرة قدم. تمام؟ طيب انا عايز انفي نفس الفكره بتاع البريزنت بيرفكت، هتحط not بعد has و have، فتبقى has have، بعد not تبقى has تبقى hasn't، وhave تبقى ايه؟ haven't. فتبقى we haven't been playing football for 2 hours now. يعني احنا ما بنلعبش كرة قدم بقالنا ساعتين لحد دلوقتي. طيب الكويستشن عايز اعمل سؤال. اعمل مقص يا غالي، اعمل مقص. بدل ما هي we have we تحول الضميرين I و we اعرف ان هم على طول بيتحولوا ليو في السؤال على طول. تمام؟ في اي حاجه في اي سؤال. تمام؟ يبقى I و we بيتحولوا لايه؟ ليو. ف we have تبقى have you been playing football for 2 hours now؟ يعني بالك هل انت بقالك ساعتين بتلعب كرة قدم؟ طبعا زي ما قلت لك لو بدأ السؤال بهذا او هاف، لو بدأ السؤال بهذا او هاف، do او does، did، is او are، can او could، shall او should، اعرف ان هو معناه ايه؟ هل؟ فتجاوب yes او no. تمام؟ طيب بعد كده اليوسج او الاستخدام بتاع المضارع التام المستمر. يستخدم لحدث بدأ في الماضي وما زال مستمر للوقت الحاضر، خاصة مع كلمات زي all day، this morning، since بقى for، just، already. على سبيل المثال أقول لك it has been raining for 2 hours now. It has been raining for 3 hours. يعني بتشتي بقى 3 ساعات لحد دلوقتي. يبقى هي بدأت شتاء ولسه بتشتي، لسه مكملة، الحدث لسه ما وقفش. كمان بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ونتيجته واضحة في الوقت الحاضر. على سبيل المثال أقول لك his t-shirt is dirty. التيشيرت بتاعه متوسخ. He has been playing football. ده كان بيلعب كرة قدم. يبقى الاتساخ بتاع التيشيرت بتاعه بسبب لعبه لكرة القدم. كمان بيعبر المضارع التام المستمر عن تفسير موقف في الوقت الحاضر. يعني ايه الكلام ده؟ بص المثال ده وتفهم. I've been running. أنا كنت بجري. So I'm tired. لذلك أنا إيه؟ أنا مرهق، أنا تعبان. ده بسبب إيه؟ إن أنا كنت بجري. يبقى أنا بفسر موقف في الوقت ده. الحاضر بستخدم المضارع التام. I've been running so I'm tired. ونيجي لآخر
حاجة وهي المقارنة ما بين ال present perfect continuous المضارع التام المستمر والمضارع التام. امتى تختار مضارع تام وامتى تختار مضارع تام مستمر؟ المضارع التام المستمر زي ما قلنا ان هو حدث بدأ ومستمر ولسه مكمل. على سبيل المثال عماد has been repairing the car، يعني عماد بيصلح العربية. عماد بدأ تصلحها ولسه بيصلح ولسه مكمل. أما present perfect بيعبر عن completed action، حدث مكتمل. فأقول لك عماد has repaired the car، عماد صلح العربية، بدأ تصلحها وخلص أو أوشك على الانتهاء من تصليح السيارة. الفرق الثاني إن أنا بستخدم ال present perfect continuous المضارع التام المستمر لو أنا بسأل ب how long، عن طول المدة، فاستخدم ال present perfect continuous. Russia has been playing music all day، يعني رشا بتعزف مزيكا طول اليوم. ده لو بسألك عن how long تجاوبني بالمضارع التام المستمر. طيب لو بسألك ب how much أو how many هتجاوبني بال present perfect المضارع التام. فهنا بيقول لي Russia has played at least 20 CDs، يعني البت رشا بتعزف أو عزفت أقل حاجة 20 سيديهاية. فيبقى المضارع التام المستمر بسأل عليه how long، أما المضارع التام بسأل ب how many أو how much. وده كان الفرق ما بين present perfect continuous وال present perfect، ده الفرق ما بين المضارع التام والمضارع التام المستمر. وهنا نيجي نهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.